حارث يرشح هذا المنتخب للتتويج بكأس إفريقيا. قال الدولي المغربي أمين حارث إن المنتخب السنغالي يظل المرشح الأبرز للتتويج بكأس إفريقيا للأمم بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت قبل عامين في الكاميرون. واعتبر حارث في حوار مع RMC أن منتخب السنغال مرشح فوق العادة للظفر بكأس إفريقيا، مضيفاً أن المنتخب المغربي أيضاً فريق جيد. هناك منتخب كوت ديفوار أيضاً منظم المسابقة، علينا أن نأخذه على محمل الجد. وهناك مجموعة من المنتخبات التي تتمتع بالجودة، لكن الكان تربح بالتضحية والإصرار والعامل الذهني. هذه هي الأشياء التي تحدث الفارق. وتحدث حارث في الحوار نفسه عن وضعية لاعبه داخل نادي أولمبيك مارسيليا قائلاً: أنا لست صانعاً للعب أو 10 كما يعتقد البعض. أفضل أن أكون لاعب ربط أو 8 وأبدأ العمليات من الوراء وأبحث عن افتكاك الكرات وكسر الخطوط عن طريق التمرير أو المراوغة. هذا ما أفضله. وتابع: أنا مستعد للعب في أي مركز يحتاجني فيه المدرب، لكنني دائما مقتنع بأنني أفضل اللعب في خط الوسط. ويوجد أمين حارث في اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا المقررة في كوت ديفوار بعد أقل من أسبوعين.